مقارنة مصورة بين المسلمات وغير المسلمات. الاستغلال الجنسي. استغرق الإعداد وتوثيق المعلومات والإحصائيات في هذا الفيلم من مصادر غربية رسمية معتبرة 10 أشهر، أي حوالي 1400 ساعة عمل، وجميع الإحصائيات موثقة في موقع شبهات وبيان بروابط مباشرة لمصادرها الأصلية. يبذل الإعلام المسيء جهودا كبيرة لتشويه صورة المرأة المسلمة، مما ولد انطباعا خاطئا بأن المرأة المسلمة تقبع دائما تحت الحجاب وتعاني اضطهادا وكبتا. وفي المقابل تظهر الأفلام ووسائل الإعلام حياة المرأة غير المسلمة بأبهى صورة، فالإعلام المضلل يظهر لحظات الفرح من حياة المرأة غير المسلمة، ويغفل الأوقات البائسة الأخرى الأشد طولا والأعمق إحساسا وأثرا. لذا أصبح لدى كثير من المسلمين انطباع زائف بأن المرأة غير المسلمة تعيش حياة سعيدة تمرح على الشواطئ وعلى المروج بدون رقيب ولا حسيب وبسعادة تامة. لكن ما هي الحقيقة؟ ماذا يحدث داخل البيوت؟ ماذا يحدث في أماكن العمل؟ ماذا يحدث خارج تغطية الإعلام؟ دعونا ننطلق سويا إلى تلك الأماكن لنرى الحقيقة من مصادرها الموثوقة والمعتبرة. في المجتمع غير المسلم أعطيت الحرية للرجال لاستغلال النساء بدون زواج ولا حقوق. كثير من الرجال يعاملون النساء كالسلع، وإن كانت السلع أحسن حالا إذ تحصل عليها مقابل المال. وإذا أنجبت إحداهن من هذه العلاقات غير الشرعية فعليها أن تتحمل مسؤولية تربية الأبناء أو اللجوء إلى الإجهاض. في الولايات المتحدة الأمريكية 10 ملايين أسرة تعيدها الأم فقط دون وجود أب. المصدر دائرة الإحصاءات الأمريكية. وفي أمريكا وحدها يقتل بالإجهاض أكثر من 1,000,000 طفل سنويا. المصدر المراكز الأمريكية الحكومية للسيطرة على الأمراض. 42 مليون جنين قتلوا بالإجهاض منذ عام 1973 إلى عام 2002 ميلادية في أمريكا وحدها. أما المرأة المسلمة فتميزت بما يلي. في المجتمع المسلم العلاقة بين الرجل والمرأة علاقة شريفة آمنة بالزواج الشرعي من أجل حماية حقوق النساء والأطفال. في الزواج الإسلامي يظهر الزوج المحبة الحقيقية والاهتمام البالغ، فيبذل العريس كل ما لديه لدفع المهر وتجهيز حبيبته وتأسيس بيت يعيشان فيه حياة جميلة آمنة ودائمة. الأمراض الجنسية. سبب التعري والاختلاط انتشارا هائلا للأمراض الجنسية. فحين تعاني المرأة الغربية ألم الخيانة والفراق في علاقاتها المتكررة مع الرجال، فإن الرجال يمنحونها أيضا أمراضا جنسية لا يمكن شفاؤها. في أمريكا أكثر من 65 مليون شخص مصابون بأمراض جنسية لا يمكن شفاؤها. وتميزت المسلمة عندما قام الإسلام بتحريم العلاقات الجنسية خارج الزواج، بالإضافة إلى الإجراءات الوقائية من أمر بالحجاب ومنع للاختلاط، فإن ذلك قد أدى إلى حماية المرأة المسلمة من الأمراض الجنسية. نستطيع أن نعرف ما هي الدول المسلمة بالنظر لمعدل الإيدز. اللون الفاتح هو أقل دول العالم إصابة بمرض الإيدز حسب إحصائيات الأمم المتحدة. الدول الإسلامية هي أقل دول العالم إصابة بمرض الإيدز وأقلها السعودية. الإسلام صنع المعجزات. الإسلام غير وجه الأرض. العنف الأسري. من 40 إلى 50% من النساء المقتولات في أمريكا يكون القاتل هو شريكها الحميم، زوج أو صديق.
1320 امرأة تقتل سنويا، أي حوالي 4 نساء يقتلن يوميا بواسطة أزواجهن أو أصدقائهن في أمريكا. سنويا حوالي 3 إلى 4 ملايين امرأة في أمريكا يتعرضن لاعتداء جسدي من زوج أو صديق. وتميزت المرأة المسلمة. من أكبر أسباب هذا العنف الأسري أمور قد حرمها الإسلام، كشرب الخمور التي تفقد العقل، وتفشي الاختلاط بين الجنسين والذي يؤدي للخيانات الزوجية وإثارة الشكوك، ومن ثم يؤدي ذلك إلى العنف. الاغتصاب. في أمريكا يتم اغتصاب 683 ألف امرأة سنويا، أي بمعدل 78 امرأة في الساعة، مع العلم أن 16% فقط من حالات الاغتصاب يتم التبليغ عنها. وتميزت المرأة المسلمة. أمر الإسلام بالحجاب ومنع الاختلاط والخمور، فأدى ذلك إلى حفظ الأعراض والأمن من الاغتصاب إلى حد كبير. العمل المختلط والتعرض للإذلال والتحرش والابتزاز. ماذا حققت المرأة الغربية حين عملت مع الرجال؟ المحظوظات منهن حققن ما يلي. أكد تقرير لوزارة العمل الأمريكية أن معظم النساء في الغرب يعملن في الوظائف ذات الأجور المنخفضة والمكانة المتدنية. وحتى مع الضغوط التي تبذلها الحكومة في تحسين وظائف النساء، فإن 95 إلى 97% من المناصب القيادية العليا في أكبر الشركات يشغلها رجال. 89% من الخدم وعمال التنظيف هم من النساء. 97% من وظائف السكرتارية تقوم بها النساء. 93% من موظفي الاستقبال هم من النساء. 74% من نوادي المطاعم هم النساء. وبدلا من الطبخ في بيتها صارت تطبخ وتخدم من هب ودب في المطاعم. وبدلا من تنظيف بيتها صارت تنظف المراحيض في الفنادق والمستشفيات والأماكن العامة. وبدلا من قبول قوامة زوجها كرئيس للأسرة صارت تقبل الغرباء ليكونوا رؤساء عليها في العمل وسكرتيرة لهم. وبدلا من مكان العمل الآمن في المنزل عملت واختلطت بالرجال وتعرضت للاضطهاد والابتزاز والتحرش الجنسي بمعدلات هائلة. أكدت دراسة قامت بها وزارة الدفاع الأمريكية أن 78% من النساء في القوات المسلحة تعرضن للتحرش الجنسي من قبل الموظفين العسكريين. في أمريكا 70% من الممرضات يتعرضن للتحرش الجنسي من زملاء العمل ومن المرضى. وأما غير المحظوظات من نساء الغرب، أسقط الغرب حق المرأة على وليها في النفقة ليكيلها إلى نفسها، فاضطرت إلى اقتحام مجالات الرجال للعمل لتنتزع لقمة عيشها، فوقعت كثير منهن ضحايا للاستغلال الذكوري ولجأن إلى عرض أجسادهن وأنوثتهن ليدنسها كل فاجر. انتشرت في أمريكا وأوروبا مطاعم تقدم الطعام على أجساد النساء العاريات. نساء عجزن عن منافسة الرجال في غسيل السيارات، فلجأن إلى تقديم الخدمة وهن عاريات في أستراليا وبريطانيا. وأصبح استغلال أجساد النساء في شتى صور الإباحية صناعة تجلب 12 مليار دولار سنويا في أمريكا وحدها. 50,000 من النساء والأطفال يتم تهريبهن إلى الولايات المتحدة سنويا لاسترقاقهن واستغلالهن جنسيا. وتميزت المسلمة. الإسلام كرم وحرر المرأة من استعباد البشر ونزواتهم،
فكرمهم، وحرم الإباحية واستخدام أجساد النساء لإثارة الغرائز وتحقيق الأرباح، وألزم الرجال بالإنفاق على النساء. في المجتمع الإسلامي تعيش المرأة بعزة وكرامة واحترام. ما هي حقيقة الحجاب؟ حين يرى الغربيون امرأة محجبة في صورة أو في الشارع، يأخذون انطباعا أن هذه المرأة مكبوتة دوما تحت الحجاب. إنهم لا يعلمون أن المسلمة لا ترتدي الحجاب إلا في حالة واحدة فقط، وهي وجود الرجال الأجانب، بينما في 95% من وقتها لا ترتدي الحجاب، بل تظهر بكامل زينتها في بيتها وفي أماكن العمل والدراسة غير المختلطة وفي جميع الأماكن النسائية. ولو اطلع هؤلاء على النساء في صلاة الاحتفالات ورأوا ما ترتديه النساء من أثمن الحلي وأجمل الفساتين التي لا ترتديها أغنى نسائهم، ورأوا المآدب الفاخرة والأنس والفرح والترفيه، لأدركوا عظم ما هم فيه من أوهام. ماذا قدم الحجاب وعدم الاختلاط للمرأة المسلمة؟ ارتداء الحجاب وتجنب الاختلاط، حماية من التحرش الجنسي، حماية من الاغتصاب، حماية من الخيانات الزوجية، حماية من العنف الأسري، حماية من أبناء الزنا، حماية من الأمراض الجنسية، حماية من الطلاق والتفكك الأسري، حماية من الأشعة فوق البنفسجية التي تتلف البشرة وتسبب التجاعيد وشيخوخة الجلد والبقع وسرطان الجلد. متوسط عدد النساء التي يقيم معها الرجال الأمريكي علاقات جنسية هو 7 نساء، بل إن 29% من الرجال أقاموا علاقات جنسية مع أكثر من 15 امرأة في حياتهم. نصف الأمريكيين يقيمون علاقات غير شرعية مع غير زوجاتهم، وكانت النسبة في إيطاليا 38%، وفي فرنسا 36%، وفي بريطانيا 42%. وتميزت المسلمة. ما قام به الإسلام من أمر بالحجاب ومنع للاختلاط وتحريم وعقوبات رادعة للعلاقات المحرمة أدى إلى الحد من الخيانات الزوجية وإلى الاستقرار الأسري. عقوق وهجر. حوالي نصف عدد النساء الأمريكيات ممن تجاوزن 75 سنة يعيشن وحدهن. وتميزت المسلمة. وفي المقابل تظل المرأة المسلمة محاطة بالحب والرعاية من أبنائها وأحفادها، وذلك استجابة لأمر الله ورسوله. قال رجل: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن الصحبة؟ قال: أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أبوك، ثم أدناك أدناك. رواه مسلم. الضياع والمعاناة النفسية. الدول الغربية من أكثر دول العالم في نسب الانتحار سنويا. 8.4 مليون يفكرون جديا في ارتكاب الانتحار في الولايات المتحدة. بل اختار الانتحار رائدات الفن الشهيرات: مارلين مونرو أسطورة السينما الأمريكية، ماري بيرغمان نجمة التمثيل الشهيرة انتحرت عام 1999 ميلادية، مادلينا مانولو مغنية ونجمة تمثيل رومانية شهيرة انتحرت عام 2010، ماركوكس هيمنغواي نجمة تمثيل أمريكية شهيرة انتحرت عام 1996 ميلادية. وفي المقابل أكد خبراء في منظمة الصحة العالمية أن أقل نسبة انتحار في العالم عند المسلمين، وتقترب من الصفر. الطريق إلى السعادة.
السعادة في الإسلام. مشاهير لم يجدوا السعادة إلا في الإسلام. If you ask me who my God is, on whose name I call, if you ask me who my God is, He's the God of us all, Allah the Merciful. وتميزت المسلمة بدينها ومجتمعها الإسلامي. تفوق المجتمع المسلم في منع المسكرات، تفوق المجتمع المسلم في العفة والحشمة والفضيلة، تفوق المجتمع المسلم في بر الوالدين، تفوق المجتمع المسلم في الترابط والكرم وحسن الضيافة، تفوق المجتمع المسلم في البر والإحسان، في الرضا والسعادة النفسية. رغم كل المصاعب فهو أقل المجتمعات في الانتحار، في الحماية من الأمراض الجنسية. الإسلام هو الدين الأسرع انتشارا في العالم. الإسلام أسرع الأديان انتشارا. دين سلام وأمان، والناسنا أحباب، والناسنا أحباب، والناسنا أحباب.